بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلاب الصف الرابع، نبدأ اليوم سلسلة الدروس التعليمية لمادة الرياضيات للصف الرابع من مدونة المعلم والطالب. نبدأ اليوم بشرح الدرس الأول، وهو مراجعة الأعداد ضمن آحاد الألوف للصف الرابع، الفصل الأول، الوحدة الأولى. نبدأ أولا بتمهيد لقراءة الأعداد. لو طلب منا قراءة العدد التالي، هذا العدد، نريد أن نقرأ هذا العدد. نعم صحيح، إنه 9850. نلاحظ أن القيمة المنزلية للعدد 9، العدد 9 يقع في منزلة آحاد الألوف، هو 9000. 9 وأمامها 3 أصفار يصبح 9000. القيمة المنزلية للعدد 8، العدد 8 ونضع أمامه صفران يصبح 800. القيمة المنزلية للعدد 5، العدد 5 يقع في منزلة العشرات، إذن القيمة المنزلية للعدد 5 هي 50. وأخيرا القيمة المنزلية للعدد 0 دائما تساوي 0. لو طلب منا كتابة الصورة الموسعة للعدد 1324، أولا نبدأ قبل كتابة الصورة الموسعة للعدد، نبدأ بالقيمة المنزلية لأرقام ذلك العدد. أولا القيمة المنزلية للرقم 4، الرقم 4 يقع في منزلة الآحاد، إذن القيمة المنزلية للعدد 4 هو، نعم صحيح، إنه 4. القيمة المنزلية للعدد 2، العدد أو الرقم 2 يقع في منزلة العشرات، إذن القيمة المنزلية للرقم 2 هو، نعم صحيح، إنه 20. ثم ننطلق إلى قيمة الرقم 3 في العدد، وهو، نعم صحيح، إنه 300. وأخيرا القيمة المنزلية للعدد 1 أو الرقم 1 يقع في منزلة، هنا منزلة الآحاد، العشرات، المئات، آحاد الألوف، إذن الرقم 1 يقع في منزلة آحاد الألوف، نضع 1 وأمامه 3 أصفار فيصبح 1000. إذن الصورة الموسعة لهذا العدد يساوي مجموع القيم المنزلية لأرقام ذلك العدد، وهي 4 زائد 20 زائد 300 زائد 1000 كما هو موضح هنا. أقرأ رموز الأعداد الآتية وأكتبها في دفتري. أولا العدد الأول، نعم صحيح، إنه 80. العدد الثاني، انظر إلى العدد الثاني، آحاد ثم عشرات ثم مئات، نعم صحيح، إنه 105. ننطلق إلى العدد الثالث، العدد 6 يقع في منزلة الآحاد، 7 في منزلة العشرات، 9 في منزلة المئات، والرقم 1 في منزلة آحاد الألوف. قراءة هذا العدد هو 1976. ننطلق إلى العدد الرابع، قراءة هذا العدد هو 8012. 8012. وأخيرا العدد الأخير هو 9999. أكتب رموز أو رمز العدد الممثل على المعداد. نريد كتابة رمز العدد الممثل على المعداد. هنا المعداد، هذه المنزلة منزلة الآحاد، ثم العشرات، ثم المئات، ثم آحاد الألوف. لدينا هنا 3، الرقم 3، وهنا 1، فيصبح العدد 13. ننتقل إلى كتابة رمز لعدد آخر ممثل على المعداد كما هو موضح بالرسم. نضع هنا في منزلة الآحاد 3، وفي منزلة العشرات الرقم 1، وفي منزلة المئات الرقم 2، فيصبح العدد 213. ننطلق إلى كتابة رمز آخر لعدد آخر ممثل على المعداد. لدينا هنا في منزلة الآحاد الرقم 3،
وفي منزلة العشرات الرقم 3، وفي منزلة المئات الرقم 2، وفي منزلة آحاد الألوف الرقم 4، فيصبح العدد 4233. لو طلب منا كتابة الصورة المختصرة لبعض من الأعداد، أولا العدد الأول 110. نريد أن نكتب الصورة المختصرة للعدد أو رمز ذلك العدد. نعم صحيح، إنه 110 يكتب هكذا 7007. حاول كتابته على دفترك. نعم صحيح، يكتب هكذا 7007. 6020. كيف يتم كتابة هذا العدد؟ نعم يكتب هكذا 6020. لو طلب منا كتابة الصورة المختصرة لمجموعة من الأعداد 4 زائد 10 زائد 8000، لو تم جمع الأرقام والأعداد الموجودة لكان الناتج 8014. إذن الصورة المختصرة لهذه الأعداد هو 8014. 100 زائد 2000، لو تم جمع هذان العددان يصبح الناتج 2100. 500 زائد 1000 يصبح الناتج 1500. هكذا تتم كتابة الصورة المختصرة للأعداد. لو طلب منا كتابة الأعداد من 1500 إلى 3500 بإضافة 500 في كل مرة، أولا نضع العدد الأول 1500، ثم العدد الأخير 3500، ثم نضيف في كل مرة 500. 1500 زائد 500 نعم يصبح الناتج 2000. 2000 مضافا له 500 يصبح الناتج 2500، ثم نضيف إلى العدد 2500 500 فيصبح الناتج 3000. إذن هكذا تتم كتابة الأعداد أو بإكمال الأنماط. لو طلب منا كتابة أكبر عدد مكون من 4 منازل يمكن تكوينه باستخدام الأرقام. لدينا الأرقام 2 والرقم 8 والرقم 7 والرقم 1 بدون تكرار الرقم نفسه أكثر من مرة. نضع، إذا نريد كتابة أكبر عدد نضع أكبر عدد في أعلى منزلة، هكذا نضع أكبر عدد أو أكبر رقم الرقم 8 في أعلى منزلة من المنازل 4 وهي منزلة آحاد الألوف، ثم ننتقل إلى العدد الأكبر الذي يليه وهو الرقم 7 ونضع في منزلة المئات، ثم الرقم 2 في منزلة العشرات، وأخيرا الرقم 1 في أدنى منزلة وهي منزلة الآحاد، فيصبح أكبر عدد مكون من 4 منازل هو 8721 باستخدام الأرقام الرقم 2 والرقم 8 والرقم 7 والرقم 1. احسب ذهنيا عزيزي الطالب المبالغ التالية: 100 دينار ثم 100 دينار ثم 100 دينار، وأضف إليها 10 دنانير ثم 10 دنانير. 10 دنانير زائد 10 دنانير تصبح 20 دينار، مضافا لها 100 زائد 100 زائد 100 تصبح 300، فيصبح المبلغ الكلي يساوي 20 زائد 300 فيصبح الناتج 320 دينارا. أكمل. 100 تساوي كم؟ 10. 100 كم تحتوي على 10؟ نعم إنها تحتوي على 10 عشرات، 10 عشرات. 500 كم تساوي 10؟ 500 كم تساوي 10؟ نعم إنها تساوي 50
10 50 10. 4000 تساوي كم 100 موجود في 4000؟ نحذف أول صفرين من جهة اليمين فتصبح 40. أقارن عزيزي الطالب بوضع إشارة أكبر أو إشارة أصغر أو إشارة المساواة في الدائرة لدينا. العدد الأول 740 والعدد الثاني 470. نبدأ أولا بالمقارنة بعد المنازل. لدينا هنا منزلة 2 3 منازل، وهنا لدينا 3 منازل. إذا تساوت عدد المنازل. نبدأ بالمقارنة من جهة اليسار. هنا الرقم 7 وهنا الرقم 4. من المؤكد أن الرقم 7 أكبر من الرقم 4، لذلك فإن العدد 740 أكبر من العدد 470. نبدأ 310 و301. نبدأ بعد المنازل. هنا لدينا 3 منازل وهنا لدينا 3 منازل. تساوت عدد المنازل. إذا نبدأ بالمقارنة من جهة اليسار. هنا لدينا الرقم 3 والرقم 3 متساويان. إذا نبدأ بالرقم الذي يليه. هنا الرقم 0 وهنا الرقم 1. من المؤكد أن الرقم 1 أكبر من الرقم 0، لذلك فإن العدد 310 أكبر من العدد 301. العددان 6319 والعدد 6391. أيهما أكبر؟ نبدأ بعد المنازل. هنا لدينا 4 منازل وهنا لدينا 4 منازل أيضا، لذلك نبدأ بالمقارنة من جهة اليسار. هنا الرقم 6 وهنا الرقم 6 وهنا الرقم 3 وهنا الرقم 3 متساويان. ثم ننتقل إلى الرقم الآخر. هنا الرقم 9 وهنا الرقم 1. من المؤكد أن الرقم 9 أكبر من الرقم 1، لذلك فإن العدد 6391 أكبر من العدد 6319، أو نقول العدد 6319 أقل من العدد 6391. نبدأ بمقارنة 5200 مع العدد 200 زائد 5000. من الطبيعي أن نقول أن 200 زائد 5000 تساوي 5200، وهو ما كتب من جهة اليسار 5200. إذن هذان العددان متساويان. لو طلب منا كتابة العدد السابق والعدد التالي لعدد معين، لدينا الجدول التالي. هنا العدد في الخانة الوسطى، وهنا لدينا العدد السابق، وهنا لدينا العدد التالي. العدد السابق الذي يقل عن العدد ب1، والعدد التالي الذي يزيد عليه ب1. العدد 100 لو طرح منه 1 لكان الناتج 99. لو أضيف إليه 1 لكان الناتج 101. إذن العدد السابق 99 والعدد التالي 101. العدد 1225 العدد السابق له يقل عنه ب1 هو 1224. العدد التالي يزيد عنه ب1 هو 1226. 1492 نقوم بطرح 1 فيصبح الناتج 1491. بإضافة 1 يصبح 1493. وأخيرا العدد 1600 العدد السابق 1599 والعدد التالي 1601. أكتب أسماء الأنهار الآتية مرتبة حسب أطوالها تنازليا. لدينا نهر الأردن 360 طوله 360 كيلومتر، نهر النيل 6700 كيلومتر، ونهر الفرات 2780 كيلومتر، ودجلة 1950 كيلومتر. نريد ترتيب أطوال أو أسماء الأنهار تنازليا من أطولها إلى أقصرها. أطول هذه الأنهار من الطبيعي أن نقول أنه هو نهر النيل، ثم يليه نهر الفرات، ثم دجلة، وأخيرا الأردن. أشكركم أعزائنا الطلاب لحسن المتابعة، وإلى اللقاء مع دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.